قال إبراهيم الخواص: دواء القلب 5 أشياء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن أي قلة الطعام، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وقت السحر هذا يا إخوان هو الوقت الذي تقسم فيه الهبات، هذا وقت تقسم فيه الهدايا، هذا الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وقت العطاء، هذا وقت الهدايا، وقت تقسيم البركات. وقد كان هذا الوقت عند السلف وقت الليل هذا والثلث الأخير من الليل، أو على الأقل وقت السحر. ما كان عند السلف هذا الوقت من جملة الليل، كان من جملة النهار، صاحيين جدا فيه وبكل أحاسيسهم، وقايمين يصلوا وبيبكوا وعيونهم تدمع وفي حالة أخرى. كان هذا الوقت، كان كثير نقرأ في كتب التراجم: فلان يأتي فلان قبل السحر يسأله عن مسألة ويرجع مستيقظ، ما بيروح يصحيه من النوم، هو صاحي أصلا. فهذا الوقت لو نعده نحن من جملة النهار ونستيقظ فيه، ما نعده من جملة الليل، لأن هذا وقت الخسارة فيه خسارة فادحة. لو وفق الإنسان واستغل هذا الوقت كان بركة عظيمة له في نفسه وفي صحته وفي ولده. يمكن الله يستجيب منك دعوة، أنت مريض، يمكن الله يستجيب منك دعوة يشفيك ويشفي أولادك، يمكن الله يستجيب منك دعوة يفرج كربتك، يمكن الله يستجيب منك دعوة يصلح حال البلاد كلها، حال البلاد كلها، وينفع الله سبحانه وتعالى بك غيرك من المسلمين. فالحرص بارك الله فيكم على اهتبال هذا الوقت الذي تقسم فيه العطايا ويتقسم فيه الهدايا، وينزل ربنا سبحانه وتعالى ويدنو من عباده وينادي هذا النداء العظيم: هل 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 إلى غير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا حية وأنفسنا